ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم معاكم عن ازاي نتحكم في مشاعرنا من غير ما نتجاهلها او نكتمها جوانا، ومن غير كمان ما نخليها تتحكم فينا او تسيطر علينا وتسيطر على حياتنا. بس قبل ما نبدأ جهزوا مشروبكم المفضل واقعدوا في مكان هادي ومريح وتعالوا نسمع سوا. احنا قبل ما نفكر ازاي نتحكم في مشاعرنا لازم نفكر الاول ازاي نفهم مشاعرنا، لأن مشاعرنا دي بالظبط عاملة زي إشارة المرور، بتنور علشان تقول لنا حاجة معينة. لازم هيكون في سبب لأي إحساس احنا بنحسه، سواء بقى احنا واعيين بالسبب ده أو لأ، بس الأكيد إن هو في سبب. هتلاقي إن مشاعرك دايما بتقولك حاجة معينة، زي مثلا لو حاسة بالخوف، فالخوف ده أكيد بيقولك خلي بالك في خطر، في حاجة ممكن تحصل في الوقت ده أو في الموقف ده بالذات. أو مثلا لو حاسة بالحزن، يبقى أكيد انت خسرتي حاجة أو فقدتي حاجة، أو يمكن حصلت حاجة زعلتك، وهكذا بقى. الغضب مثلا هتلاقيه بيقولك إن في حاجة بتضايقك، أو انت محتاجة تحطي حدود لناس معينة أو لتصرفات معينة. والسعادة هتقولك إنك في المكان الصح، أو إنك عملتي حاجة حلوة، أو انت دلوقتي مع حد بتحبيه. وطبعا المشاعر واحدة بس الأسباب مختلفة، يعني ممكن تحسي بالسعادة لأسباب مختلفة غير اللي أنا قلتها، بس المهم إن مشاعرنا دي بيكون وراها رسالة. وأوقات هتلاقي في إحساس غريب انت مش عارفة ده ايه بالظبط، هل أنا فرحانة، زعلانة، متضايقة، غيرانة؟ فاحنا ما ينفعش نتجاهل مشاعرنا ونطنشها ونفكر إن احنا كده بنسيطر عليها. يمكن هتكوني هتسيطري عليها لوقت معين بس هي مازالت موجودة. فعلشان كده احنا محتاجين نفرغ مشاعرنا أول بأول، محتاجين نطلعها من جوانا بطريقة صحية، علشان ما نأذيش نفسنا ولا نأذي أي حد حوالينا. فتابعي الفيديو للنهاية علشان في شوية تمارين هقولك تعمليهم في الآخر علشان تقدري تتحكمي في مشاعرك بطريقة صحية. بس الأول خلينا متفقين إن احنا لازم نعبر عن مشاعرنا. يعني مثلا لو في حد عمل حاجة ضايقتك أو قال كلمة تزعل، وقتها ما تقوليش أنا مش لازم أقول أو مش لازم أتكلم، أو أنا هسيطر على مشاعري. هو حلو وجميل إن احنا نسيطر على مشاعرنا وكل حاجة، بس كمان السيطرة ليها حدود. احنا بنسيطر على مشاعرنا علشان ما نبقاش مندفعين ونقول كلام ما ينفعش يتقال، لكن ده ما يمنعش إن احنا نعبر عن مشاكلنا بشكل صح أو بطريقة صحية. المشاعر دي عادي جدا إن هي تظهر، لأنها طبيعة ربنا خلقها كده في الإنسان، بس مش لازم بقى هي اللي تسيطر علينا. ولازم كمان نقدر نفرق بيننا إحنا كأشخاص وبين مشاعرنا، بمعنى إن إحنا نسمي كل حاجة بالمسمى الصح بتاعها. يعني انتي مثلا لو زعلانة دلوقتي، ما تقوليش أنا زعلانة، لا انتي مش زعلانة، انتي حاسة بالزعل أو حاسة بالحزن. وهنا انتي بتبعتي إشارة لعقلك إن دي حالة مؤقتة وهتعدي. وكمان ده يخليكي ما تتعمقيش في الزعل قوي، لأن انتي مش الزعل نفسه، لا انتي حاسة بحالة معينة مؤقتة هتاخد وقتها وهتعدي. فانتي هنا بيتكون عندك حالة من الوعي بمشاعرك، فتقدري تسيطري عليها في أي وقت. وكل لما تتدربي على الحتة دي بالذات هتحسي إنك بقى عندك قوة داخلية تخليكي ثابتة ومتزنة ومنفصلة بكيانك عن أي إحساس داخلي. فهتلاقي إن المشاعر دي خدت حجمها الطبيعي، بدل ما تكون متضخمة وكبيرة لا هتاخد حجمها الطبيعي، وهتبدأي انتي اللي تتحكمي فيها. كمان علشان تقدري تتحكمي في أي حاجة انتي حساها لازم تعرفي ويكون عندك وعي بأي إحساس انتي حساه. أصل الإحساس ده بدايته فكرة، فكرة جت في بالك حسستك بحاجة معينة. ولو كانت أفكار سلبية أكيد هتحسي وقتها بمشاعر سلبية، زي الحزن أو الغضب أو فقدان الطاقة أو أي إحساس وحش هتحسيه. وكذلك أي أفكار إيجابية أو حلوة هتحسسك بإحساس حلو، ودي حاجة بديهية جدا. فاحنا المفروض نراقب أفكارنا كويس قوي ونبقى عارفين كل فكرة هنفكر فيها هتخلينا نحس بإحساس عامل ازاي. طيب لو في حالة ان احنا خلاص ما خدناش بالنا من افكارنا وقعدنا سرحنا كده وفجأة لقينا هجوم من المشاعر، مش عارفين اوله من اخره ولا عارفين سببه اصلا، هنا بقى وقتها لازم نوقف اي حاجة بنفكر فيها ونقعد مع نفسنا كده ونجيب ورقة وقلم ونحاول نوصل لأول احساس حسيناه او لأصل المشاعر اللي احنا حاسينها دلوقتي. يعني على سبيل المثال مثلا لو واحدة متجوزة وسمعت ان جوزها بيتكلم مع زميلته في الشغل وبيهزروا او بيضحكوا سوا، وهي ما تعرفش هما بيتكلموا في ايه اصلا، بس فجأة طلع في دماغها هجوم من الافكار والمشاعر: ده بيخوني، ده في حاجة بينهم، انا في حاجة بتحصل من ورا ظهري انا معرفهاش. كل دي افكار جت فجأة في بالها، وكل فكرة منهم شايلة معاها احساس معين. فكرة شايلة غضب، وفكرة تانية شايلة حزن، وفكرة تالتة شايلة شك، وفكرة رابعة شايلة عدم ثقة، وهكذا بقى. وفي الغالب البنت دي لو دخلت اتكلمت مع جوزها في الوقت ده الحرب حرفيا هتقوم.
فالمفروض ان هي هنا تسيطر على نفسها وتتحكم في مشاعرها وتهدى خالص الأول، وتفهم هي حاسة ايه وتعدل أفكارها، وبعدين تبدأ تتكلم معاه وتسأله انت كنت بتضحك على ايه، وتتناقش معاه بهدوء. أو مثلا تقوله أنا رافضة الأسلوب ده ومش حابة ان التعامل بينكم يكون بالشكل ده احتراما لوجودي، وهكذا. هي هنا لو ما كانتش اتحكمت في مشاعرها كانت هتدخل مندفعة جدا وتصرخ وتعلي صوتها، فطبعا هو كمان مش هيكون فاهم حاجة فهيزعق وهيعلي صوته، وهنا المشكلة هتكبر وتكبر وتكبر، وهنبقى برضو ما وصلناش لأي حل. طب هي دلوقتي لو اتناقشت معاه بهدوء واتحكمت في مشاعرها وما كانتش متسرعة ولا مندفعة، هل هي كده خلاص المشاعر اللي جواها راحت؟ أكيد لأ، هي عبرت عنها بس أكيد لسه في جزء موجود منها. فلازم في نهاية اليوم نقعد مع نفسنا كده ونحاول نفهم مشاعرنا، وعلشان أي حد فينا يقدر يفهم مشاعره لازم يسأل نفسه شوية أسئلة ويجاوب عليهم، زي مثلا أنا ليه حسيت كده؟ وهنا هنحاول نفكك الأحاسيس الكتير اللي احنا حسيناهم، ونفكك كمان الأفكار، ونشوف ايه أول حاجة حسيناها. وفي الغالب علشان تبقوا عارفين المشاعر الأول بتبدأ بإحساس صغير وبعدين تبدأ تكبر، وده طبعا زي ما قلنا بسبب الأفكار. الأول هتبقى فكرة صغيرة وبعدين هتفضل تكبر 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 وهيكبر معاها الإحساس. زي مثلا المثال اللي فات، الناتج النهائي بتاع إحساس البنت دي في الوقت ده إن هي مصدومة ومش مصدقة إن ممكن يكون جوزها بيخونها، أو إن مثلا في حد تاني في حياته غيرها. فاحنا لو جينا فككنا إحساس الصدمة بتاعها ده هنلاقيه متكون من شوية أحاسيس كبيرة قوي لحد ما تفضل تصغر 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 تصغر. فمثلا هتلاقيه غضب شديد، خوف، حزن، قلق، توتر، شك، وفي الآخر خالص هنلاقيه بدأ بشوية غيرة أو بشوية خوف أو عدم أمان. فكل ده هتلاقيها في الآخر عشان هي غارت عليه أو خافت إن هو يروح منها، فوصل بيها الحال للشك والعدم الثقة والصدمة. وعلى فكرة في الغالب وهي في الحالة دي لو راحت اتكلمت معاه هيحصل حاجة من الاتنين، إما إن هي أصلا مش هتعرف تعبر أو تتكلم معاه، أو إنها هتستخدم كلمات غلط تكبر بيها الموضوع، لأن الإحساس اللي جواها دلوقتي في الوقت ده كبير جدا. لكن لما هي تكون فككت المشاعر دي جواها وتعرف ان دي حالة مؤقتة ومشاعر مؤقتة ويمكن يكون سوء تفاهم او سوء تصرف من زوجها، وقتها هي هتكون اهدى بكتير وهتقدر تتعامل مع المشكلة بطريقة اهدى، وكمان هتعرف تعبر عن نفسها وعن مشاعرها بشكل صح وبكلمات مناسبة. وقيسوا بقى الموقف ده على اي موقف يحصل معاكم في حياتكم، مش شرط المثال ده. فاللي عايزة اقوله ان احنا ما ينفعش نتصرف من غير ما نفهم الاول احنا حاسين بايه وحسيناه ليه، وايه اصل الاحساس ده اصلا. لازم نفهم نفسنا علشان نقدر نعبر عن اللي احنا محتاجينه، او نفهم الناس حوالينا احنا محتاجين ايه، ونقدر ناخد حقنا كمان. ولو بقى في يوم من الايام لقيتوا ان في احساس معين كده مسيطر عليكم ومش عارفين تخرجوا منه او تتخلصوا منه، ما تحاولوش تغيروا الإحساس ده، لأ، روحي على عقلك على طول وغيري الفكرة اللي انتي بتفكري فيها، هتلاقي على طول ان الإحساس اتغير. لأن كل لما بنركز على فكرة معينة كل لما التركيز على الإحساس هيكون أكبر وأعمق. وعلشان بقى تفرغي المشاعر دي بطريقة صحية في شوية تمارين تعمليهم هيفيدوكي جدا مع الاستمرار عليهم. فيهم تمارين مش جديدة علينا وتقريبا بنقولهم على طول وبنستخدمهم في حل كل مشكلة تقابلنا، زي مثلا المشي أو الرياضة أو إنك تعملي حاجة بتحبيها أو تتنفسي كويس. كل دي حاجات مفيدة وبتجيب نتيجة حلوة جدا. بس أكتر تمارين بحسها مفيدة قوي في الموضوع ده هما 3 تمارين. أول واحد فيهم هو الصلاة، إنك تصلي وتحكي لربنا كل حاجة في قلبك وكل حاجة حسيتي بيها. هي دي أكتر حاجة هتفيدك وهتريحك وهتخليكي تتخلصي من المشاعر دي على طول. لأ ومش كده بس كمان، ده انتي المشاعر الوحشة اللي كنتي حساها دي هتتبدل لمشاعر حلوة وهتحسي بعدها براحة وبهدوء وبسلام نفسي. والتمرين التاني واللي بحبه كمان ونقدر نقول عليه تمرين اليوميات العاطفية لتنظيم المشاعر. التمرين ده بقى هتعمليه في كل وقت هتحسي فيه بمشاعر كتيرة غير العادي، أو بزعل شديد أو أيا كان اللي حاساه يعني. المهم انك في اخر اليوم هتجيبي ورقة وقلم وتكتبي فيها اللي انتي حاساه وتفككي المشاعر دي والافكار دي من بعضها زي ما قلتلك، وتسألي نفسك 3 اسئلة. اول سؤال فيهم ايه اكتر احساس انا حسيته النهاردة، وتاني سؤال انا حسيته ليه، وتالت سؤال ايه السبب في الاحساس ده. ولما خلاص توصلي للاحاسيس دي وتفهميها اكتبي بقى ازاي تعاملتي معاها في اليوم ده، عملتي ايه، كانت ردة فعلك ايه، هل اتصرفتي بطريقة صح ولا بطريقة غلط، ولو كانت غلط اكتبي ايه الصح اللي المفروض تعمليه. واخر تمرين هو الفضفضة، بس ده بشرط مش اي حد هتتكلمي معاه،
لازم يكون حد عارفك كويس وفاهمك، ومش هتبقي خايفة انه يفهمك غلط، وهتكوني كمان قادرة انك تتكلمي معاه براحتك وتعبري عن مشاعرك من غير كسوف او احراج. دول بالنسبة لي افضل 3 تمارين بحب اعملهم. وممكن تزودي معاهم كمان المشي او الرياضة او الكتابة على الورق كنوع يعني من انواع الفضفضة او تفريغ المشاعر. المهم انك ما تكبتيش المشاعر دي مهما حصل، لانك لو عملتي كده هتيجي في وقت مش مناسب خالص، وهتلاقي المشاعر دي انفجرت معاكي بطريقة غلط وعلى حاجة بسيطة قوي. فعلى طول اول باول حاولي تعبري عن مشاعرك وتفرغيها باي طريقة بقى انت حبتيها او اي طريقة هترتاحي فيها. بس المهم انك تفرغي المشاعر دي وتطلعيها، وتطلعيها كلها، مش تطلعي حبة وتسيبي حبة. لا، طلعي المشاعر دي كلها بأي طريقة انت هتحسي ان انت ارتحتي فيها، او بأي تمرين انت حاسة ان انت ارتحتي فيه. المهم انك تطلعيها كلها علشان تقدري تتحكمي فيها وتسيطري عليها، وتكوني مستعدة كمان لأي مشاعر تانية هتقابلك. لأنك لو ما فرغتيش المشاعر اللي جواكي، المشاعر دي هتتراكم على بعضها زي ما قلتلك، وهتيجي تطلع في أي وقت مش مناسب خالص. فدايما حاولي تفرغي أول بأول. انت لو عندك كوباية مليانة مية، لو فضلتي تحطي فيها مية 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 من غير ما تفضيها، هل هتقدر الكوباية دي أو الإزازة دي تستوعب مية أكتر من اللي انت بتحطيها؟ أكيد لأ. فإحنا بالظبط نفسنا عاملة زي كوباية المية أو إزازة المية دي، لازم نفرغ اللي فيها علشان نقدر نستقبل جديد. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.